السلام عليكم ومرحبا بكم مصطفى ريناد. ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو تاعي يلقاكم صحه جيده وعافيه. وسمحوا لي طولت عليكم، راني عاده ما صفيتش من لاكريب، راكم عارفين. الله يشافينا ويشافي جميع المرضى. راكم تشوفوا لافوا تاعي كي راها. جبت لكم اليوم مركز تاع اليقطين جد رائع وبنين، واللي داقوا يحسبوا برتقال. هنا ننظفها، من بعد ما ننظفها نولي عاده نكيلها اللي هي نوزنها. هنا ننظف نحي لها كامل داك القشر الغليظ تاعها اللي نعرفوها اليقطين، ومن بعد نوزنو ونوريو المقادير المضبوطه تاع هذا المركز. قلت لهم الجميع اللي داقوا صدقوني حسبوه برتقال جد رائع. نطفو ومن بعد نمشو نوزن. هنا بعد ما وزنتو عندي 3 كيلوغرام تاع اليقطين اللي هي القرع الاحمر، عندي 2 برتقالات، عندي 3 ليمونات حب ليمون، وعندي كيلوغرام تاع السكر. هنا جبت طنجره ثقيله وكبيره على ترفد ليها على حسب 3 كيلوغرام. هنا نضيف كيلوغرام تاع السكر، قلت لكم 3 كيلوغرام من اليقطين، نضيف لها كيلوغرام من السكر، ونمشي نجيب الليمون تاعنا ننزعلو النوى، نقيه مليح هنايا، نحيلو داك اللب الابيض ونضيفو، ونبقى نخلط نقطعو هكذا مليح مليح. والصورة غنية عن التعريف، ونقول لكم الله يشافينا ويشافي مرضانا ومرضاكم، والله يرحم موتانا وموتاكم. هنا درت لكم هذا المركز لان رمضان راه قريب ان شاء الله عليها. قلت لكم من راه عندنا اليقطين، قلت لكم نستعملوه، ما نخليوه شي اضاع ولا نستافدوا به. هنا درت لكم مركز. هنايا نضيفها على النار بعد ما خلطته. هنا نضيف كأس ماء، هنا كأس ماء، ونضعه على النار. هنايا هذا كي يولي يغلي، النار متوسطه خليها هكذا، ونخليه يغلي. كي يغلي هكذا شوفوا، انا نخليه حتى اللي يطيب تماما. هنا هذا طاب، هنا نشوف الا تخلو الطياب هكذا كي يطيب نولي هنا ننزعو على النار. بعد ما طاب ننزعو على النار ونمشيو نجيبو البلندر تاعنا. هذا هنا نزعتو عاد شوفوا سخون. نمشي نوريت لكم هنايا القوام تاعه، شوفوا الماء شرب تماما داك الماء شويه مع اللي نعرفوا اليقطين يطلق الماء. هنا نرحيه نوظفوه في البلندر تاعنا الخلاط، ونميكسيه مليح مليح. لازم نرحيوه، ما يحتاجش هنا يتصفيه ولا لا. هذاك البرتقال الا كنتو زعما تصفيه بصح اليقطين نعرفوه باللي يجي ما شاء الله. ما نقدر ما زعما ما تستغناو على باش تصفيوه. هنا نجيب العلبه ونضيفو، وما نغطيش على العلبه تاعنا حتى اللي نخليه حتى اللي برد باش تماما. عاده نديره في المجمد، بعد ما نديره في المجمد نغلق ونرجع لكم بعد ما يجمد. هنا خليته ليله كامله بعد ما جمد لي، ونوري لكم. شوفوا جاب ما شاء الله. ننزع شويه بكل سهوله عفوا تلفت لي، ونضيفوه في الكأس تاعنا وتحضريه وتوجديه. الا كان ديري في كرافت حاجه كبيره مع رمضان. والمهم تعرفي باللي حاجه صحيه يشربوها وليداتك، وصدقوني يحسبوه ذوق البرتقال مع اللي ضفت فيه الليم والبرتقال يعطيه نكهه جد رائعه وبنينه. تحبي تضيفي زعما في العصير كذلك، تحبي بحبه موز او حبه تفاح. انا وريت لكم هذه الطريقه وانتم تستفادوا بها، ونقول لكم شاهدكم في الجنه. جا جد رائع، وتشوفوه في الطبق التقديم. هنا
معاوده. شوفوا جا ما شاء الله ديك الكويس جا رائع العصير مع المرسو تاع اليقطين. نوري هنا باش تعرفوا باللي هذا العصير مناش مخدوم. صدقوني بنين بنين. قد ما نشكركم والله نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. الى فيديو اخر ان شاء الله ومع السلامة. سلام.